السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله بغيت ندير الغداء الرفيسه وقلت نشاركها معكم ان شاء الله. نبداو على بركه الله. عندي بصله صغيره محكوكه، معلقه كبيره ديال الثومه، معلقه تاع السمن، جوج معالق كبار ديال سكينجبير، جوج معالق كبار ديال الخرقوم، بالنسبه للابزار حسب الذوق انا مكنكثروش، ديما ندير غير القياس. الملح، عندنا الرفيسه تيكون فيها المرق كثير، يعني العطريه خاصها تكون شويه وافيه. راس الحانوت اولا المساخن اللي بغيتو ديرو، معلقه كبيره. صافي غادي نخلطوا هاد القوام كله بواحد كاس تاع الماء. نسيت، سمحوا لي، واحد الضويمه تاع الزعفران. دابا غادي نشرمل الدجاجه اللي عندي. انا عندي الدجاجه البلديه، نتوما اللي متوفر عندكم ديروه. شرملوه مزيان من الداخل. صافي انا غادي ندير كلشي دابا في الكوكوط دقه واحده. عندي 3 الحبات ديال البصل غادي نديرهم، غادي نوضع الدجاجه اللي عندنا. نزيد على هذاك المرق فاش شرملتها واحد جوج كركوبات ديال الثومه. غادي نرد هادشي كله فوق النار، نخليه يتشحر واحد شويه. نزيد بعدا الزيت، زيت الزيتون، ممكن انكم تخلطوه مع الزيت النباتيه. نوضع كلشي فوق النار، نخليه يتشحر واحد شويه باش نزيدوا الماء الكافي اللي غادي يكفانا باش نسقيو الرفيسه. صافي دابا غادي نزيدوا الماء الكافي، الماء راه سخون. نخليو الدجاجه ديالنا طيب ان شاء الله. نوريكم كي غادي نديرو نطيبوا العدس والحلبه. بالنسبه للعدس راني رطبتها ليله قبل. اما بالنسبه للحلبه كنديرها تسلق واحد شويه حتى تطلع فيها الغليه وكنصفيها. اما بالنسبه للعطريه فهي نفس العطريه اللي ضفت مع الدجاج. جوج ضريسات ديال الثومه في كل حاجه. العدس والحلبه. راس الحانوت، الملح، الابزار، خرقوم، سكينجبير. بالنسبه للزعفران شعران راني زدتو مع المرق، ضفتو للمرق. زيت الزيتون، وغادي نضيفو عليهم الماء ساخن وغادي نردوهم يطيبوا على نار مهيله. اما بالنسبه للمسمن تاع الرفيسه فكان انا عندي واجد من قبل وجاتني العرض على غفله، اذا ما شاركتوش معكم هذه المره الجايه ان شاء الله نشاركو معكم. من بعد ما وجدت لنا المرق ديالنا والعدس والحلبه كلشي طاب، دابا غادي ندوزو باش نسقيو القصعه ديالنا. كنديروا واحد الطبقه ديال المرق، طبقه ديال المسمن اللي درتو من قبل في الكسكاس وفورته باش يعاود يسخن ليا. واللي بغا يديرو في الفران في الطاوه ويدخلو يسخن ماشي مشكل، بحال بحال. نبقاو نديرو طبقه ديال المسمن وطبقه ديال المرق وحنا كنسقيو باش يتشرب لينا مزيان.
غنسقيو مزيان. يلاه دغيا تشرب، دغيا تيشرب داك المسمن المرق. وهذا هو الشكل النهائي ديال الرفيسه من بعد ما زينتها. انا زينتها بالبيض واللوز، نتوما زينوا باش ما بغيتو. بالنسبه للحلبه درتها في زليفات، ورافقت الرفيسه بواحد البراد ديال اتاي سميتو بالزعتر، ويا سلام على بالنجاس فيها. ما تنساونيش ملايكاتكم وبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء، والى اللقاء.